في حديث قدسي عن ربنا سبحانه وتعالى كان بيتكلم فيه إن ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وعينه التي يرى بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. انت بتبقى عبدا نورانيا، عبدا ربانيا. علشان انت توصل للمرحله دي هي مش سهله، زي ما بتروح الجيم كده كل يوم علشان تشيل حديد وتعمل بادي بيلدينج بقى وتشرب بروتين، وكل يوم بتبقى ملتزم باكل معين ونظام معين. الروح بتبقى محتاجه براكتسنج كل يوم علشان تقدر توصلها لمرحله من النورانيات اللي ترضيك وتحسسك ان انت انسانا ربانيا او عبدا ربانيا. الشهر ده، شهر رمضان، هي الفرصه اللي تخليك تساعدك على كده. روحانياتك لما تتفاعل معاها والروح